يا ترى إيه اللي ممكن يغير حياتك في 21 يوم بس؟ تخيل نفسك بعد 3 أسابيع بتعرف تعزف أغنية، تتكلم لغة جديدة أو حتى تصمم تطبيق. أنا عارف إنك بتقول ده صعب أو مش عندي وقت، بس اسمعني للآخر لأني هقولك إزاي تقدر تحقق ده بسهولة وثقة. جاهز؟ يلا بينا. فكر معايا، كل مهارة جديدة بتفتح لك باب جديد. مهارة واحدة ممكن تكون بداية شغل جديد، هواية ممتعة، أو حتى ثقة بنفسك تزيد. مش بس كده، لما تتعلم حاجة جديدة دماغك بتبقى أقوى وبتحس إنك فعلا بتحقق إنجاز. يعني لو بدأت دلوقتي، بعد 21 يوم هتبقى إنسان مختلف. تمام، إزاي تبدأ؟ الأول، اختار مهارة واحدة بس، مش لازم تكون معقدة. عايز تتعلم تصوير؟ ابدأ بكاميرا موبايلك. عايز تتعلم لغة؟ ابدأ ب5 كلمات في اليوم. السر في البساطة. تاني حاجة، خصص نص ساعة كل يوم، نص ساعة بس. بدل ما تضيع وقتك على السوشيال ميديا، استثمر الوقت ده في نفسك. تالت حاجة، مارس المهارة عملياً. لو بتتعلم طبخ، اطبخ طبق كل يوم. لو بتتعلم برمجة، اكتب كود صغير. التكرار هو اللي هيخليك تتقن. هتقول لي بس أنا بزهق بسرعة. عادي، كلنا كده. لما تحس إنك عايز توقف، فكر في النتيجة. تخيل نفسك بعد 21 يوم بتعمل حاجة كنت بتحلم بيها. ولو حسيت بالإحباط، خد استراحة قصيرة، بس ارجع. وكافئ نفسك. لما تخلص أسبوع، اعمل حاجة بتحبها، زي أكلة حلوة أو فيلم ممتع. ال21 يوم دول مش مجرد وقت، دول استثمار في نفسك. انت قدامك فرصة تبدأ دلوقتي، مش بكرة، مش الأسبوع اللي جاي، دلوقتي. اختار مهارة، حدد نص ساعة في يومك وابدأ. أنا واثق إنك تقدر. ولو مش عارف تبدأ إزاي، اكتب تعليق تحت الفيديو ده وأنا هساعدك. يلا، انت لسه قاعد ليه؟ قوم، ابدأ، وخلي ال21 يوم دول بداية قصة نجاحك.